مساء الخير يا حبيبتي، معلش اتاخرت عليك النهارده، انا عارفه زعلانه من والله زعلانه من. بس انا حبيت اقول يعني اجيب لك الموضوع اللي انت حكيتي لي عليه، موضوع الفرخه ام 30 جنيه، حبيت اجيب لك قراره بصراحه كده. انا رحت يا بنتي حنان النهارده، والله العظيم قلت مش هرجع لك النهارده ولا اقعد معاك عشان كده نقعد ونرغي مع بعض الا لما اجيب لك قرار الفرخه ام 30 جنيه. قال رحت يا حنان النهارده لقيت لك النسوان كده 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 على الفراخ، قالوا ايه مخبيين وشهم خايفين لا ايه حد يشوفهم. طب لما انتوا شاكين في الموضوع ورايحين تشتروا الفرخه 30 جنيه، بتروحوا تشتروها ليه وانتوا عارفين الفرخه ديت اصلا مذبوحه بشرع ربنا ولا مذبوحه ازاي؟ احنا يا جماعه مش بنقول حاجه، يمكن الراجل بيعمل خير لله. استني يا بنتي يا حنان ما احكي لك بالظبط واوريك الصوره اللي انا خدتها لك. استني اتصوري يا بنت، كل دي فرخه ب 30 جنيه. ده انا شاريه يا بنتي يا سومه الكتكوت شاريه ب 30 جنيه، جايبه 10 كتاكيت. شاريه قصدي الكتكوت ب 40 جنيه، شاريه 10 كتاكيت ب 400 جنيه عشان اربيهم عشان خاطر رمضان. طب ما كده يبقى الواحد يروح يجيب له 10 فرخات ب 300 جنيه هيقضوا طول شهر رمضان كله. ولا ايه يا بنتي يا سومه؟ ولا ايه رايك انت؟ بس الواحد خايف لا يكونش مذبوحين بشرع ربنا او يكون فيهم حاجه، فمش عارفه يا بنتي، مش عارفه والله يا حنان. انا جيت اقول لك وخلاص، بس مش معقوله يعني إن المذبح كده مش هيبقى فيه دكتور دواجن ولا حاجه تكشف على الفراخ يا حنان. ده مهما يكن ده الكتكوت ب 40 جنيه، ازاي الراجل هيبيع الفرخه ب 30؟ ده خد من التل يختل، حتى لو بيعمل لله خد من التل يختل. ده على الاقل بيبيع ولا 500 600 فرخه في اليوم، ده لو عنده ملايين الدنيا يا حنان، في مسافه اسبوع ملايينه هتخلص. لو هو بقى بيعمل كده لله، ده الكتكوت ب 40 جنيه، هو بيبيع الفرخه ب 30 جنيه. يعني مش معقوله، يعني ايه يعني؟ مش عارفين والله. طب يا اهل الخير اللي داق الفرخه ديت واللي عارف فعلا مصدرها واللي عارف انها مذبوحه بشرع ربنا يقول لنا. فانا مش عارفه والله يا حنان، ما اقدرش افيدك في الموضوع ده، بس الفار بيلعب في عبي. يعني مش معقوله فرخه ب 30 جنيه والكتكوت عمر يوم ب 40 جنيه. يعني يا مسترخص يا مستوكس ولا بيقولوا عليها ايه، انا ما اعرفش بقى يا حنان. حبيت اوريكي والفراخ قصادك اهي، اتفرجي عليها براحتك.